قطاعات واسعة في دارفور من النازحين واللاجئين ليست أولويتهم هي الانتخابات بقدر ما أولويتهم هو حل مشاكلهم وإحداث تحول حقيقي نحو السلام يحل هذه المشكلات. بالنسبة لموقف الأحزاب المعارضة هي لا تشكك فقط في عملية الانتخابات وإنما في العمليات أيضا التي أدت إليها. هم يشككون في الإحصاء السكاني، هم يشككون أيضا في عملية التسجيل الانتخابي، وهناك منظمات دولية عديدة حذرت أنه إذا تمت الانتخابات في مثل هذه الظروف فإنها ستؤدي لمشاكل كبيرة في الجنوب الذي ارتفعت وتيرة العنف القبلي خلال العام الماضي فيه وأصبح ضحايا العنف أكبر من ضحاياه في دارفور، وهناك مناطق يتم استثنائها. فالانتخابات بهذا الشكل لن تكون كاملة. أعتقد أن هناك حاجة لإجماع وطني حقيقي داخل السودان قبل خوض هذه الانتخابات التي سيتم على ضوء نتائجها نتائج الاستفتاء المقبل بعد 8 شهور والتي ستحدد مصير البلد. أستاذ عبدو، تعليقك على ما قاله الأستاذ عبد الملك. حقيقة ما قاله أستاذ عبد الملك في حتات كثيرة غير حقيقي وغير واقعي. إذا وضعنا ما قاله الأستاذ عبد الملك على مستوى القانون ومستوى الاتفاقية بنلقى هنالك أخطاء كبيرة ارتكبها المؤتمر الوطني. الاتفاقية توقعت في 9 يناير 2005. من المفروض بعد 6 أشهر من توقيع الاتفاقية هنالك جملة بتاعت إجراءات مفروض تتم، اللي هي كتابة القانون الخاص بالعملية الانتخابية، وهذا لم يحدث. والمؤتمر الوطني تحديدا أجل وماطل ويتناكف مع الحركة الشعبية إلى أن جعل الفترة 4 شهور فقط، حتى بعد ذلك أصدر القانون الخاص بالعملية الانتخابية، وهذا خطأ. عملية التحول الديمقراطي كعملية كبيرة هي محتاجة لمجموعة من الإجراءات كي يتحول النظام من نظام شمولي ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي. محتاج لفترة تعرف بالفترة الانتقالية. هذه الفترة ينبغي أن يتم فيها جملة من الإصلاحات. واحد، إجراء تعديل شامل للقوانين المقيدة للحريات وهي ما زالت موجودة، وقانون الأمن الوطني الحالي والقديم ما زال يتيح فرصة لرجل الأمن أن يعتقل الناشط السياسي ويتحفز عليه ويفتشه. هذا إجراء معيب، هذه بيئة غير صالحة. وسائل الإعلام من المفروض تكون هنالك مفوضية خاصة منفصلة محايدة. وسائل الإعلام الآن المؤتمر الوطني يستغل كافة موارد الدولة في الحملة الانتخابية، وهذا ما لم يتوفر لدى القوى السياسية الأخرى. المسألة الثالثة فيما يخص نص الاتفاق اللي بيتكلم عنه أخونا الدكتور عبد الملك، الاتفاقية ذات اتفاقية نيفاشا اتعرضت لاختراقات واضحة من قبل مساومات حتى أن المؤتمر الوطني يكون باقي في السلطة، وعلى رأسها مسألة الاستفتاء الخاص في منطقة تبيي اللي هو كان حصل مساومة ما بين المؤتمر الوطني على أساس يجيزوا قانون الانتخابات وقانون الأمن الوطني لكي يخترقوا اتفاقية نيفاشا فيما يخص الاستفتاء في منطقة تبيي، اللي كان الاتفاقية نصت على أنه الناس اللي حق لهم يصوتوا في منطقة تبيي هم دينكا أنجو والمسيرية، ولكن القانون اللي اتكتب جديد يحق أن يصوتوا دينكا أنجو أينما وجدوا، والمسيرية شريطة أن تكون مقيم في منطقة تبيي. هذه مسألة بتاع اتفاقات قاعدة تتم ويقوم بها المؤتمر الوطني من أجل يطفي الشرعية على شكل الانتخابات الحالية الموجودة. إذا كان المؤتمر الوطني حريص على أنه تكون هنالك انتخابات حقيقية ونزيهة وديمقراطية كان يتكتب قانون الانتخابات منذ فترة، منذ أن اتوقعت الاتفاقية. كان من المفروض يقوم بجملة بتاعت إصلاحات فيما يخص القوانين المقيدة للحريات، قوانين الصحافة والمطبوعات، بعديها نرجع لمسألة التعداد السكاني. التعداد السكاني واحدة من الأخطاء الأساسية اتكتب برؤية سياسية. التعداد السكاني في كافة دول العالم بتتبني عليه المشاريع بتاعت التخطيط التنموي، صحيح. ولا بد من أنه يكون تعداد صحيح حقيقي. لكن المؤتمر الوطني اجرى عمليه الاحصاء السكاني من مفهوم سياسي، وشاهد على ذلك النتيجه بتاعت الاحصاء السكاني
طلعت 39.15 مليون نسمة، 79.2 شمال السودان، 21.5 أو فاصل 3 نعم. جنوب السودان. نعم. هذا التعداد السكاني المعيب احتجت عليه القوى السياسية، احتجت عليه الحركة الشعبية بصورة كبيرة جدا جدا، ورفضت النتائج بتاعته. نعم. على أساس أنه بناء لاتفاقية نفاش اللي بيتكلم عنها الدكتور عبد الملك هي أدت شعب جنوب السودان التلت. نعم. وهم كانوا بناء للإحصائيات يتوقعوا عندهم تلت التعداد السكاني. هذا لم يتم لأن المؤتمر الوطني أجرى التعداد السكاني وفق رؤية سياسية وليست رؤية أكاديمية نعم. ينبني عليها التخطيط الاستراتيجي. يعني ربما يعني أعتقد أن الأستاذ عبده أثر عدد كبير من النقاط. أستاذ عبد الملك، يعني طيب، هل يعني فقط يعني هل إجراءات الأمن التي تتخذها القوات السودانية لمنع النشطاء السياسيين من ممارسة نشاطهم السياسي، هل استخدام وسائل الإعلام الحكومية في الترويج لنشاط الحزب الحاكم، هل هذا مناخ ديمقراطي يمكن أن يهيئ للعملية السياسية في السودان أن تقوم وأنت ممثلا لحزب الوحدة الوطنية؟ أنا حقيقة أعلق. الأخ عبده طبعا معروف قيادي بحزب الأمة القومي. نعم. يعني هو ما زول محايد، يعني وحزب الأمة القومي الآن معارض. أستاذ أسماء هي طرف المحايد، أسماء صحفية محللة. نعم. لكن الأخ عبده عشان يتكلم بوضوح يعني هو قيادي في حزب الأمة، والآن يدير مكتب حزب الأمة من القاهرة. يعني نعم. بيبقى بيتكلم بيعبر عن حزب الأمة القومي، ورأي حزب الأمة بالنسبة لنا واضح جدا. أول حزب الأمة هو رافض لاتفاقية نيفاشا، ووصف الصادق المهدي بأنها اتفاقية ثنائية ولن تقود السودان إلى الأمام. هذا هو رأيه فيها. يعني حتى اندماجهم الآن مؤخرا في الحركة الشعبية هم لكي يتقووا بالحركة الشعبية، والحركة الشعبية تريد أن تتقوى بهم. يعني ما في اتفاق مبدئي بين الأحزاب الآن بتمثل تجمع جوبا وبين الحركة الشعبية، لأن الحركة الشعبية تركته هنا في التجمع الوطني الديمقراطي عندما كان في القاهرة. نعم. ووقعت اتفاقية ثنائية مع المؤتمر الوطني وشكلت بموجبه حكومة الوحدة الوطنية، وده كان معلوم جدا. وكل الأحزاب حزب الأمة أو غيره كانوا رافضين تماما هذه الاتفاقية. لماذا تجوا في الآخر عشان تقول والله الاتفاقية عشان تنفذ يجب أن يفعل كذا وكذا وكذا؟ طيب يعني هذه نقطة. بعيدا عن حزب الأمة، يعني ألا تتخذ قوات الأمن السودانية؟ بس عشان نخط الحديث نعم. في إطاره. يعني الزول لما يتحدث يكون عارف بيتحدث من منطلق. يعني نعم، لكن ربما أثر نقاط يعني ما يتحدث بها رجل الشارع في السودان، لا يتحدث بها فقط ممثلين حزب الأمة. حتكلم عن النقاط. نعم. بالنسبة للإحصاء السكاني صحيح أنه واجه بعض الانتقادات، لكن الإحصاء السكاني عملية فنية. يعني هي عملية فنية عندها إجراءات معينة وعندها كرايتيريا، معايير معينة بتستخدمها عشان تخرج في نهاية الأمر بالإحصاء السكاني الموجود. هو عملية فنية بحتة، ليست لها علاقة بأنه تريد أن تكون لديك يعني ناخبين هنا أو هناك. الأمر الثاني، الآن لدينا 16 مليون فاصل 3 ديل الناخبين، كأعلى نسبة للتسجيل للناخبين في السودان منذ استقلاله. يعني آخر انتخابات 86 كانت 11.2 الناس اللي سجلوا الانتخابات واللي فاز بها حزب الأمة القومي. الآن الناخبين 16 مليون بوينت 2، أعلى نسبة للتصويت من جملة 22 مليون بوينت 3 ديل اللي بيحق لهم أصلا كان يسجلوا وما سجلوا. يعني 16 مليون دي نسبة عالية جدا. الأمر الثاني، المفوضية بتاعت الانتخابات هي المعنية بتشكيل لجنة آلية الإعلام، وشكلت لجنة لآلية الإعلام، وأعطت المنافسين فرص متساوية في وسائط الإعلام القومية، وتحفظت الأحزاب السياسية على أنه عندما تريد أن تنظم ندوات يجب أن لا تخطر الشرطة. فكان الإجراء الطبيعي من المفوضية أنه المسألة ليست هي أخذ إذن بقدر ما هي توفير الترتيبات الأمنية لإقامة ندوتكم في ظروف ملائمة، وألغي هذا الشرط. وتابعنا خلال ال3 أسابيع الماضية أن مرشحي الرئاسة حاموا كل بقاع السودان وخاطبوا جماهيرهم في كل بقاع السودان، والميديا السودانية تشهد بذلك. الميديا السودانية ألا تروج الدعاية فقط ونقلت على الهواء أكثر من 15 ندوات عملهم المرشحين الأحزاب دي في عدد من ولايات السودان. يا أستاذي الفاضل، أن تنقل على الهواء جزءا فقط من يعني المعارضين
وتبقي الكم الأكبر من صوت الحكومة أو صوت حزب المؤتمر الحاكم، يعني انت هي لعبة إعلامية في معروف. مسألة مهمة جدا. طيب دعنا نسمع الرأي المحايد الأستاذ يا أسماء. أستاذ في نعم. مسألة مهمة جدا مع حضرتك اللي هي شنو؟ أنه الحكومة الآن لم تحل نفسها. يعني لما نتكلم عن السيد الرئيس البشير كمرشح للمؤتمر الوطني نتكلم انه كرئيس جمهورية السودان إلى حين انعقاد الانتخابات. نعم. بالتالي هو كحكومة لازم يكون الحكومة عندها نشاطاتها وتمارس حياتها العادية جدا. ده ما يضاف لأنه ده حزب المؤتمر الوطني، دي حكومة الوحدة الوطنية تمارس نشاطها إلى 11 أبريل. واعتقال النشطاء السياسيين ما في. أنا من منبر مسؤول أتحدى أي واحد يجيب لي اسم معتقل سياسي الآن موجود. نعم. أستاذة أسماء رد. نعم بالطبع أحزاب المعارضة في خلال الفترة الماضية اللي هي فترة الدعاية الانتخابية استطاعت أن تحصل على أكبر قدر مساحة ممكنة لمخاطبة الجماهير لم تكن تحصل عليها من قبل، لكن بالطبع هي تشكو أن المؤتمر الوطني ما زال يسيطر على مفاصل الدولة كلها، وهو الذي أتاحت له إمكانات 20 عاما الماضية التي حكم فيها أن يسيطر على السلطة والثروة ويستحوذ على وسائل الإعلام عديدة بينها العام والخاص. لكن إذا لم تقود هذه الانتخابات، إذا لم تكن ستقود إلى وضع جديد متراضى عليه، فسيصبح هناك مشكلة حقيقية فيها. مشكلة الوضع الآن في السودان أن هناك اختلاف وتباين تام بين قوى تريد أن يحدث تغيير عبر الخارج، عبر المحكمة الجنائية والمجلس الأمن وغيره، وهناك الآن المؤتمر الوطني الذي أيضا هو سعيد بموافقة المبعوث الأمريكي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إجراء هذه الانتخابات في وقت لم يتوانى هؤلاء عن التصريح بأن الانتخابات في رأيهم هو خطوة تمهيدية وتوطئة لتقرير انفصال الجنوب الذي يروا أنه سيتجه لا محالة إلى الانفصال، وكأن هذه الانتخابات ستؤدي إلى انفصال الجنوب حتما. السودان بحاجة إلى وضع يتقوى فيه بفعل جميع القوى الوطنية ويصبح خارج دائرة الابتزاز والضغط والترهيب التي تأتي من قبل مجموعات شتى في المجتمع الدولي. وأعتقد أن الفرصة مواتية إذا اجتمعت هذه القوى على أمر سواء وعلى وضع توافقي حقيقي تأتي إليه هذه القوى السودانية بأوزانها الحقيقية غير مراهنة على أي قوى خارجية. نعم. سيدي الفاضل، يعني وأنت قيادي في حزب الأمة، يعني عندما يقول الرئيس البشير أن هناك جهات خارجية بتسعى إلى تخريب الوطن، ما الذي يقصده بهذه الجهات؟ كويس. أنا عندي ملاحظة أولية على كلام أخونا دكتور عبد الملك، ومن ثم سوف أواصل في إجابة السؤال. تفضل. أولا يكون الشرف للإنسان أن ينتمي لمؤسسة خاصة من مؤسسات المجتمع المدني، خاصة الأحزاب السياسية، وده شرف. ولكن اليوم أنا أتحدث كمحلل سياسي بصفتي العلمية، ونفس الموقف أنا كنت اتمنيت دكتور عبد الملك لما أتى هنا كان يتكلم باسم المؤتمر الوطني صراحة، حتى أنه ما يتكلم بصفته الخاصة باعتبار أنه هو ملحق الثقافي لسفارة السودان، ولكن الإعلامي. أنا ولكن قال السفارة لكن كويس. لو دعيت بالصفة الأخرى لأتيت، لكن ما مشكلة. يعني حضرتك قيادي في حزب المؤتمر؟ أنا هنا لا حتى نعلم، بس عشان حضرتك اختلفت. لا أمثل المؤتمر الوطني، أنا أمثل سفارة السودان وأمثل حكومة الوحدة الوطنية. طيب اتفضل استرسل في فكرة. هو حقيقة دكتور عبد الملك، بعض الأحيان عندنا مثل سوداني بيقول الشينة منكورة، يعني ما مشكلة الشينة منكورة، يعني لما الحاجة تكون كعبة الإنسان ممكن يتضارى منها. والله تحفظ الحديث يا أخي، ما في حاجة شينة ولا في حاجة يعني يا جماعة دعونا نتحدث. نمشي فيما يخص السؤال. ما كنت أتوقع أن يكون الحوار يتحدث ونسمع من حضرتك. تفضل. أنا أتحدث بصفتي ذكرتها، معليش يا أستاذي تفضل. فيما يخص الخطاب اللي خاص بأن هنالك جهات غربية تريد أن تمزق السودان وغيره، وده صحيح، وما في بني آدم بقدر بنكرها. وحتى